أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بصفته بمقامه حضور الكريم طلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في مناسبة عظيمة، مناسبة تحتفل بها الدولة الجزائرية من كل سنة موافق ل 16 أبريل، مناسبة قال عنها أو سنها الراحل هواري بومدين، إذ يقول طارق بشير إبراهيمي في مذكراته أنه في حديث جانبي جمعه مع الرئيس هواري بومدين حثه على أن يكون يوما مميزا للجزائر. هذا اليوم نظرا لما عانته الدولة الجزائر من محاولة طمس الهوية الوطنية من خلال الممارسات المتكررة للاستعمار الفرنسي، من محاولة طمس الهوية الوطنية، وبالتالي كان اقتراح يوم وفاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. نحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، نتمنى أن نكون من صيامه من صائميه وقائميه، ونطلب من الله عز وجل أن يعيدها على الأمة الجزائرية والأمة العربية والإسلامية قاطبة بالاستقرار والأمن. اليوم الكل يعلم أن الجزائر، لا أقول تحتفل، دائما أرفض هذه الكلمة، نحن لا نحتفل ولكن نتعظ، نأخذ الموعظة والعبرة من المحطات التي ميزت تاريخ الجزائر المعاصر. ولعل 16 أبريل مثل ما تفضل الأستاذان الكريمان، هذا يوم العلم الذي أقرته الجزائر أن يكون يوما للعلم. كل الفضل يعود إلى مصلح الجزائر الشيخ عبد الحميد باديس، الذي رسخ الفكر الإصلاحي، وإن كانت هناك مبادرات قد سبقت في هذه الحركة الإصلاحية،
لكن المرحلة التي جاء فيها الشيخ عبد الحميد بديس كرسها مفهوم الإصلاح بأتم معنى الكلمة، وكان يسعى من خلال ذلك إلى محاولة الحفاظ على هوية المجتمع الجزائري، الحفاظ على اللغة العربية، الحفاظ على الدين الإسلامي، على هذه الهوية أو مقومات هذه الهوية. وكان لزاما عليه أن يواجه الاستعمار الفرنسي الذي اعتمد سياسة مسخ الشخصية الوطنية. إذا دخل في صراع مع الاستعمار الفرنسي، وأي صراع لم يكن ذلك الصراع الذي عرفته الثورة هو السلاح، ولكن صراع الأفكار من الصعب جدا مقارعة استعمار يمكن أن نقول على أنه جاء على الأخضر واليابس. وبالتالي المرحلة التي ظهر فيها الشيخ عبد الحميد بديس كانت مرحلة صعبة جدا، والكل يتذكر أن فرنسا في عام 1930 المعروف بذكرى احتلال الجزائر بعد مرور قرن على احتلال الجزائر، وكان لزاما على هؤلاء المصلحين وعلى راسهم الشيخ عبد الحميد بديس أن يقفوا وقفة رجل واحد وأن يثبتوا انتماءهم إلى هذا الوطن ويثبتوا هذه المقومات التي قام عليها المجتمع الجزائري. إذا من الصعب جدا أن تقارن وتقارع استعمار بغيض أتى على الأخضر واليابس. تلك هي الصفحة المشرقة التي أداها الشيخ عبد الحميد بديس، والكل يعلم كان رد فعل الجزائريين هو تأسيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين ردا قاسيا وقويا على هذا أو هذه الذكرى، ذكرى الاحتلال العسكري للجزائر. من هنا بدأت الانطلاقة وهو الاهتمام بالمجتمع الجزائري. لماذا؟ لأنه هو عماد مقومات هذه الدولة وهذا الوطن. من هنا بدأ هذا العمل، هذا النشاط الدؤوب. الكل يعلم ما وقع للجمعية من مضايقات، وحتى أنه في سنة 1932 تم خلق جمعية موازية لجمعية علماء المسلمين ومن نفس أعضاء الجمعية الذين أسسوها من البداية، وهي جمعية أهل السنة كما يعرف الجميع. إذا فرنسا لم تكن في سباتها العامل كما يظن البعض، ولكن كانت تستهدف كل من يسعى إلى النهوض بمقومات هذا الشعب والحفاظ عليها، وبتحديد اللغة العربية والدين الإسلامي. لأنه كانت أو هذين العاملين كانا هما العماد الذي قامت عليه الدولة أو أقول المجتمع الجزائري، حتى لا أقول دولة، لأنه حتى كلمة دولة الكل يعلم الدولة الجزائرية كانت قائمة بذاتها منذ قرون. ولن نعود إلى تاريخنا القديم ونمر بالتاريخ الحديث ثم التاريخ المعاصر، وجدنا أنه فعلا هناك دولة جزائرية بكل مقوماتها، فقط الظرف التاريخي أو المراحل التاريخية التي تختلف من مرحلة إلى أخرى. لذلك كانت مرحلة الاستعمار الفرنسي من أعقد وأصعب المراحل، وبالتالي كان لزاما على الحركة الوطنية أن تظهر بتياراتها. ولعل من بين أبرز التيارات التيار الوطني، التيار الاستقلالي، وكذلك جمعية علماء المسلمين الجزائريين التي سعت إلى الحفاظ على مقومات هذا الشعب، وبالتحديد التركيز على عاملين أساسيين كما ذكرت: الدين الإسلامي واللغة العربية، لغة القرآن. من هنا بدأ هذا النشاط الدؤوب، لكن فرنسا كانت دائما وأبدا تقف بالمرصاد أمام أي محاولة